السلام عليكم حبيباتي. يا من عنده أمنية مستحيلة، يا من عنده دين أو عنده كرب وهم، يا من هو مريض، يا من تتمنى الذرية الصالحة، يا من تتمنى الزوج الصالح، يا من يريد رزقا، يا من غلبه الهم والغم، يا من يريد زيادة راتبه. هذه الصورة أين أنت منها؟ أين أنت منها؟ هل سمعت بهذه الصورة العظيمة التي كلها معجزات؟ تشفي المريض بقدرة الله طبعا، وترزق الفقير بقدرة الله طبعا، بفضل هذه الصورة وكلام الله. وأي شيء أفضل ندعو به الله أو نتقرب إليه به أكثر وأفضل من القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى. يا من تأخر عليك الإنجاب وسئمت وانتظرت كثيرا وبكيت، هذه الصورة بحول الله وقوته ستفرحك وسترين ابنك بين يديك. يا من راتبه لا يكفي مصاريف هذه الأيام، بهذه الصورة ستزيد البركة في رزقك وسيزيد راتبك بحول الله وقوته. يا من تريد زوجا صالحا وتبكي الليل والنهار، لقد كبرت ولم يأتي خاطب، هذه الصورة عليك بهذه الصورة. يا من عندها كرب ونفسها ضائقة عليها دائما وهي عندها كل شيء وما مرتاحة، عليك بهذه الصورة. هذه الصورة العظيمة يا إخواني هي صورة الرحمن، هذه الصورة التي يغفل عنها كثير منا، وهي فيها كل ما نتمنى، فيها كل ما يريد الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فيها الله جل في علاه يحكي لنا في هذه الصورة العظيمة عن معجزاته، بأنه خلق السماوات وخلق القمر وخلق الشمس وخلق الأرض، ويقول للمسحورين وللساحرين المسحورين عليكم بهذه الصورة، لأن فيها قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه الآية العظيمة دليل على أن هذه الصورة العظيمة تبطل السحر وتحرق المس. من عندها مس عاشق، مس يتعبها، أي أنواع المس والسحر، عين، حسد، كل شيء، فالله سبحانه وتعالى يحكم عليهم في هذه الصورة ويقول لهم: فعلتم الكثير من الذنوب إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إلى آخر الآية. هذه الصورة فعلا صورة عظيمة، وجئتكم بقصة عنها جربها أحد إخوتي الكرام، ونحن لا نجرب كلام الله ولكن هو عمل بها. يقول: أخي الكريم، أنا تأخرت في الزواج لأن ظروفي المادية ما كانت تسمح أني أتزوج في سن أصغر، فكنت خايف وقلقان، يعني أنا كبرت، إمتى راح أتزوج ويكون عندي أسرة، وإمتى راح أكبر هالأولاد وكذا. فقرأت عن فضل هذه الصورة العظيمة وأخذتها أقرأها ليل نهار، لأن ظروفي المادية ما كانت تسمح أني أتزوج. أنا كبرت ولسه ظروفي ما كانت تسمح، فأخذت أقرأ هذه الصورة ليل نهار، وهي ما أجمل قراءتها، لأنها فيها تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وفيها صفات الله سبحانه وتعالى: القادر المقتدر، خالق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض.
فيقول أخي الكريم: أخذتها فترة تقربا إلى الله وآملا أن يحقق الله ما أتمنى، فلم يردني سبحانه وتعالى خائبا. بفضل هذه السورة الكريمة رزقني الله الزوجة الصالحة، وعوض صبري بزوجة صالحة، ويسر لي في أمور الزواج ومصاريفه وإلى ذلك، فتزوجت بحول الله وقوته. بعد الزواج لازم أطفال لتكوين أسرة. يقول أخي الكريم: فأخذت السورة العظيمة كذلك أقرأها ليل نهار حتى رزقني الله بذرية صالحة، أولادا بارين بفضل سورة الرحمن. ولم أكتفي، لأن هذه السورة العظيمة لا تقف هنا فقط، بل هي معجزة، سورة المعجزات، يسمونها عروس القرآن، وفعلا هي عروس بفضلها وفضل الله طبعا سبحانه وتعالى. لولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه السورة العظيمة ما كان ليعمل بها أخي أو أختي ويستجيب الله لدعائي. هذا كلام الله، حتى لا يقول لي أحد بتقولين بفضل السورة وكذا، فطبعا كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا أخي الكريم داوم على قراءة هذه السورة، فتفتحت له أبواب السماوات بالخيرات، ورزقه الله كل ما يتمنى. يقول أخي الكريم: كنت مرضت فترة وأصبحت تأتيني نوبات قلبية، فقرأت أيضا على هذه السورة العظيمة بأنها تعالج كل الأمراض المستعصية، فداومت عليها بهذه الطريقة. كنت أقرأها 21 مرة، أقرأها 21 مرة في الليلة، وبعدها أصبحت أقيم بها الليل. من يستطيع أن يقوم بها الليل كله، يعني يقرأها 21 مرة في قيام الليل، كان أفضل، لأن هذا أفضل وقت لاستجابة الدعاء. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى إلى السماء السابعة بنزول يليق بجلاله، ويقول: هل من داعي يدعو فأستجيب له؟ هل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ فهذا أفضل وقت للدعاء. ولكن يا إخواني، المداومة وطاعة الله تقربا منه، تقرأ سور القرآن، تعمل بصورة ما وأنت تتقرب بها إلى الله أولا، وبعدها تتمنى على الله وهو سيرزقك ما تتمنى. يقول أخي الكريم: فبقيت على هذه الحال لفترة أقوم بها الليل، فسبحان الله شافاني الله شفاء تاما من جميع الأمراض. وكذلك كان عندي ضيق وكرب واكتئاب، وشفيت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه السورة العظيمة. وينصحكم أخوكم الكريم يقول: إخوتي، أنصحكم بهذه السورة الكريمة. كل من عنده أي شيء يتمناه أو يشغله فليداوم على هذه السورة العظيمة. وأنا بدوري أقول لكم: داوموا على هذه السورة العظيمة، وإن شاء الله تعالوا بشروني بماذا وقع. من لم يستطع قراءتها في قيام الليل يقرأها بعد العشاء 21 مرة، تقرأها 21 مرة. من لم يستطع يقرأها 7 مرات فقط وينام. ضعوها مثل مهدئ أو شيء يؤخذ قبل النوم، تجلس في مكانك متوضي مكان نومك وتقرأها 21 مرة. وإن لم تستطع اقرأها 11 مرة أو 7 مرات ونم. وإن شاء الله إن داومت عليها فسيرزقك رب